ادهم بفرحة: معلش بقى يا شيخنا، استعجل شوية، لسه الشيخ بيشوف شغله. واحد مستعجل ان خلاص يتجوز مراته اللي بيحبها. شمس ساعتها بكسوف: بس بقى يا ادم، المأذون بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. الناس مشيت خلاص، ما بقاش غيري انا وادهم. ادهم يبقى ابن عمي، باباه مات وهو صغير، بابايا انا اللي رباه، حبيته وهو حبني، واخيرا خلاص اتجوزنا. انا مبسوطه قوي يا ادهم. ادهم بخبز: وانا اكتر يا روحي. شمس ساعتها راحت: مالك، فيك حاجه؟ كنت مستعجل يعني وكنت مبسوط، بس وشك دلوقتي مكشر، مالك؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ فجأة لقت مامته هي اللي بترد: لا يا حبيبتي، مستعجل على ايه؟ وهيستعجل ليه يعني؟ من جمالك مثلا؟ شمس بخوف: ادهم هو في ايه بالظبط؟ ادهم ما كانش بيرد. راحت ومسكت ايديه: ما تتكلم يا ادهم، هو انت ليه عامل كده؟ ادهم ساعتها زقها: ابعدي، انا اصلا بكرهك ومش طايقك ابدا. شمس بضحك: ايه يا ادومتي، مالك؟ انت اكيد بتهزر، على فكره النهارده فرحنا وكاتب كتابنا خلاص. لا يا حلوه، انا مش بهزر ولا حاجه، انا فعلا بكرهك وهفضل اكرهك كده، فوقي لنفسك بقى. شمس بصدمه: ايه يا بنتي، انت رشت ولا ايه؟ ما سمعتيش اللي انا قلته؟ امال ايه كلمه انا بحبك وبموت فيكي وعمري ما هسيبك ابدا؟ هقولك يا ستي، مامته هتقول لها ايه؟ سيبني انا يا حبيبه، انا اللي هقول لها. ادهم عمره في حياته ما حبك يا حبيبتي. امال اتجوزتني ليه؟ عشان خاطر ورث ابوكي. ابوكي سايبلك ملايين، وعلى فكره لازم كنت اخدهم باي طريقه، ودي الطريقه الوحيده ان انا اخد كل الفلوس اللي معاكي. هو مين قالك اصلا ان انا ممكن اديهم لك في يوم؟ انت اتجننت، انا مستحيل اديلك مليم. ادهم بضحك: ما خلاص، انا اخدتهم خلاص. قصدك ايه؟ بدل ما خليكي تمضي على ورقة الجواز، خليتك تمضي على التنازل. كل شيء. ابوكي ضحك على ابويا زمان، وانا دلوقتي بضحك عليكي، والمأذون ده كان تبعنا احنا. شمس كانت واقفة مصدومة في حبيبها اللي كانت فاكراه بيحبها جدا. دموعها نزلت منها وشهقتها بدأت ان هي تعلى. ليه؟ ليه يا ادهم تعمل فيا كده ليه؟ ده بابا طول عمره بيحبك جدا وبيعاملك زي ابنه بالظبط، وانا حبيتك وافتكرتك استند ليا. ليه؟ حرام عليك، ربنا ينتقم منك. مامة ادهم: بس خلصنا يا بنت انتي، بلاش تمثيل بقى. انتي خلاص ملكيش حاجة في المكان هنا، يا اما تقعدي زي الخدامات اللي موجودة معانا، يا تاخدي بعضك كده وتمشي، ودخول يلا في 60 داهية. شمس ما قدرتش ابدا تستحمل وضربتها بالقلم على وشها. ادهم بغضب: انتي اتجننتي؟ انتي بتضربي امي؟ شدها من شعرها جامد جدا وفضل يضرب فيها. شمس كانت بتبصله بضعف وبدموعها نازله، راح ضربها على وشها: امي دي لازم تحترميها، انتي هنا عشان تخدميها وبس. وخدها بره الفيلا خالص. ما شوفش خلقتك دي تاني، سامعه ولا مش سامعه؟ شمس كانت بتتألم جامد جدا وجسمها كان عبارة عن علامات من كتر الضرب اللي انضربته. اروح فين؟ اروح فين يا ربي؟ اروح فين دلوقتي الساعة 12؟ فضلت ماشية في الشوارع بتعيط. قعدت على الرصيف ومن كتر العياط وبدأت تفتكر اللي حصل اغمى عليها. صحيت لقيت حد جنبها، لقيت شاب قاعد واتنين كانوا واقفين بيبصوا لها نظرات كلها اعجاب. قامت مفزوعة عشان خاطر تمشي. واحد منهم: ايه يا عسل، رايحة فين؟ ابعدوا عني، انت عايزين مني ايه؟ قامت عشان خاطر تجري، بس رجليها كانت وارمه من كتر الضرب اللي ضربوه لها ادهم. راحت وقفت، لقت شاب منهم بيقرب منها، مسك ايديها وبقول لها: ما تستني معانا شويه. بقولك ايه، انت شكلك كده بنت ظريفه وحلوه كمان. التاني رد عليه: هنديك اللي انت عاوزاه، ابعدوا ابعدوا يا زباله. زباله؟ امال انت ايه؟ واحده زيك قاعده الساعه 2 بالليل قاعده لوحدها تبقى ايه؟ قدرت ان هي تزقهم وطلعت تجري. دخلت شارع جانبي، ما كانش حد شايف لان الدنيا كانت ضلمه جدا، وفضلت واقفه لحد وقت الفجر. الاذان كان بيأذن. شافت مسجد بعيد، راحت عشان خاطر تدخل المصلى بتاعه الحريم، وكانت بترتعش جدا. دخلت الحمام وغسلت وشها واتوضت، راحت صلت وخرجت بسرعه قبل ما اي حد يلمحها. شمس نفسها: ما انا اكيد مش هعيش في الشارع كده على طول، اعمل ايه بس؟ حتى هدومي مش معايا. فينك يا بابا؟ فينك يا ماما؟ شفتم اللي حصل لي من ادهم اللي اعتبرتوه ابنكم؟ مسحت دموعها بتقول: انا هرجع تاني، حتى لو اشتغلت خدامه احسن من قعدتي في الشارع دي، واكيد ربنا هيرجع لي حقي. كانت ماشيه في الشارع بحذر شديد جدا، كانت خايفه تشوف حد تاني يضايقها. وقفت قدام الفيلا بتاعتها، بصت عليها بكل كثره،
بعد ما كان بيتنا. خلاص بقيت غريبة. فكرت ان هي تنط من البوابة لكن تراجعت على طول. بعد شوية سمعت صوت شاب جاي من بعيد. خافت وراحت تلقائيا مسكت في البوابة عشان خاطر تطلع. كانت بتحاول ان هي تنط، فقدت توازنها وحست بدوخة. وقعت جوه الفيلا، دماغها انفتحت واغمى عليها. في الوقت ده صحيت تاني يوم لقت نفسها في أوضة هي عارفاها بس مختلفة شوية. دماغي، ايه ده؟ ايوه دي الفيلا بتاعتنا، بس الاساس هم غيروه. شمس بحزن، هو لحق يغير الفيلا؟ فجأة الباب بينفتح ويدخل راجل. شمس في نفسها، مين انت؟ مين وفين ادهم؟ ادهم ايه يا استاذة؟ انتي واحدة حرامية جاية تنطي عشان خاطر تسرقيني؟ بتعملي ايه هنا في الفيلا بتاعتي؟ حرامية؟ عيب كده، انت عبيط ولا ايه؟ دي الفيلا بتاعتي انا. الراجل كان بيبص لها بكل سخرية. لبسها كان متقطع ومتوسخ جدا ووشها مليان كدمات وعمالة بترتعش. ما انا واخد بالي صحيح. يلا يلا قوم اغسلي وشك عشان خاطر تقابلي الباشا. شمس بسخرية، ادهم بقى باشا كمان؟ ما علينا. راحت شمس وهي مستعدة ان هي تقابل ادهم، بس كانت مستغربة جدا. الفيلا نظامها كله اتغير، الدهان والديكور وكل حاجة. وقفوا قدام باب والراجل كان عمال يظبط نفسه. ايه شغل بقى الافلام ده؟ رجل اعمال وبتنجان، ده ادهم. امال لو ما كانش ادهم كنت زمانك دلوقتي عملت ايه؟ بتدخل شمس اتصدمت اول ما لقيت راجل تاني غير ادهم. كان قاعد على الكرسي وبيشرب القهوة بتاعته وفي ايده كتاب بيقرأه. كان شاب صغير بس جميل ووسيم. رفع عينيه وبيبص لشمس. شمس اتوترت جدا، ما كانتش متوقعة كده. من جواها وهي بتقول، طب انا دخلت فيلا غلط ازاي؟ ولا الضربة اثرت عليا مخلياني يعني اشوف الناس غلط ولا ايه بالظبط؟ يا لهوي، انا ممكن كده اخش السجن. شمس كانت عماله تبص ومركزه جدا في ملامحه، شكلها البريء والقاسي في نفس الوقت. في حزن وكبرياء في عينيه. لحظه كده وما كانش بيتكلم خالص. حضرتك انا اعرف ايه اللي حصل بالظبط، لكن ما كانش بيرد. طب ممكن بس تقولي هو ادهم راح فين وايه اللي حصل؟ برضه ما كانش بيرد. لا اله الا الله، رد بالله عليك. اسمك ايه؟ الحمد لله، ده طلع بيتكلم. اسمي شمس. ممكن بقى اسال حضرتك مين؟ وفين ادهم؟ كان في حد هنا اسمه ادهم؟ مفيش اسئله هتساليها، انا هنا بس اللي بسال. بقى انت بقى كنت ناويه تسرقي الفيلا دي؟ شمس ببكاء، والله العظيم ابدا ما سرقت حاجه، حضرتك فاهم غلط. المفروض ان الفيلا دي بتاعتي، وبالاصح يعني كانت بتاعتي، بس والله ما سرقت. فيلتك ازاي؟ بدأت شمس تحكي له على كل حاجة وكانت بتعيط ومنهارة. صدقني والله دي الحقيقة، انا مش بكذب. وانا ايه اللي عرفني ان انت مش بتكتبي؟ عندك دليل؟ عندك اي اثبات؟ انت واحدة وكنت بتنطي عشان خاطر تسرقي الفيلا. شمس بنيار، والله ما بسرق حاجة. هسرق ليه؟ انا شكلي متبهدل فعلا، بس من اللي حصل لي ممكن ده اللي يخليك تتخيل ان انا بسرق، بس انا مش بسرق ولا حاجة ومعيش اي دليل. انا قلت ليك على كل الحقيقة، وشوف حضرتك بقى عاوز تعمل ايه، انت حر. بس ممكن سؤال، يعني فيلتك ازاي؟ حتى لو ادهم باعها ملحقش. انا مش قلتلك قبل كده انا اللي بسأل؟ بس هجاوبك يا ستي. هو كان متفق معايا من شهر والنهاردة سلمها لي. شمس في سرها، عشان كده كان مستعجل على الجواز. في النهاية شكلي هدخل السجن. يلا بقى احسن ما ترمي في الشارع. بصي يا انسة، انا قلت لبركات الراجل اللي كان معاكي يشوف اسمك واسم اللي اشترى مني، لو نفس الاسم لانك انتي بتقولي ان انتوا ولاد عم، يبقى كلامك كله صح. مظبوط حضرتك. بعد شوية بيدخل، عندها حق يا فندم، الاسم الاتنين زي بعض بالظبط. شمس بفرحة، اقدر امشي بقى؟ رعد بصلها بتركيز، انا ممكن اعرض عليكي صفقة. صفقة ايه؟ رعد كان بيبصلها بمكر وقسوة. نتجوز. انصدمت لدرجة ان هي ما كانتش بترد. انتي اتجننتي عشان ترفضيني انا؟ لا حضرتك اللي اتجننت، ازاي اتجوز واحدة معرفوش؟ طب وده ايه؟ ده تسجيل وانتي عمالة بتنطي. دقيقة واحدة هيروح الشرطة ويجي ياخدوكي وقول عليك ان انتي حرامية. قلتي ايه؟ على العموم يا ستي دي مش صفقة. انا لما بطلب حاجة ما بطلبهاش عشان خاطر اللي قدامي يوافق ولا ما يوافقش، انا بأمر. شمس كانت عمالة دموعها نازلة. امسحي دموعك،
وتعالي يلا عشان نتجوز. انا هجيب المأذون دلوقتي، وحضرتك هتستفيد ايه لما تتجوزني وترجعلي قبلاكي؟ بصراحة كده انا عاوز واحدة تخدمني، ممكن برضو تجيب اي خدامة، هأوفر لك بكتير. ما بحبش الخدامات، وبعدين انا رجل اعمال، بروح حفلات ومناسبات كتير جدا، ومش عاوز كل شوية حد يقول لي ما اتجوزتش ليه. فانا بقى لازم اخلص من الاسئلة بتاعتهم دي واتجوز اي واحدة وخلاص. خلاص حضرتك ممكن تتجوز اي واحدة تانية، بنت صاحبك، اي حد ممكن تعرفه. بصراحة كده عشان انت الوحيد اللي ملكيش اي حد، انا هتجوزك كام شهر كده وبعد كده هطلقك. فعشان خاطر ان محدش بقى يعمل لي مشاكل طلقتها ليه والناس تيجي وتسأل. شمس ساعتها قلبها انكسر. ممكن الكلام يكون عادي على ناس كتير، الا انه جرح كرامتها وضغط عليها، وهي مش واخدة على كده. شمس بكسرة، انا فعلا ماليش حد، وعشان كده انا موافقة. يلا المأذون جه، يلا انزلي. شمس باستغراب، وانت مش هتنزل؟ رعد بغضب، مالكيش دعوة من هنا ورايح، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. شمس خافت من صوته وطلعت بره، سندت راسها على الباب وفضلت تعيط وبصوت عالي: يا رب خدني، يا رب ريحني من اللي انا فيه ده. نزلت للمأذون، لقت المأذون تحت بيقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. فضلت تقول لنفسها: انا خلاص كده اتجوزت، خلاص اكيد في حكمة من ربنا انا معرفهاش. ربنا ما بيعملش اي حاجة الا لو كان فيها حكمة، حتى لو الموضوع باين ان هو وحش. بس الغريبة ان هو على طول قاعد وساكت كده، ما شفتوش واقف خالص. بعد شوية بيجي بركات: خلاص يا مدام شمس، انتي كده بقيتي مسؤولة على البيت كل حاجة، انا كده مهمتي خلاص، انا كنت فاضل معاه لحد ما يتجوز بس. شمس في سرها: هو ماله بيتكلم عليه كده ليه وكأنه طفل؟ خلي بالك منه، يا ريت ما تعصبهوش، واحبيه وحن عليه كمان. شمس: طب ممكن سؤال حضرتك؟ هو انا ليه عمري ما شفت ان هو واقف طول الوقت قاعد يعني؟ بركات بصدمة: هو انتي ما تعرفيش ان الباشا مشلول؟ شمس بصته باستغراب وحزن في نفس الوقت: ايه حضرتك بتقول ايه؟ الباشا من صغره عنده مشاكل صحية كتير جدا، فعشان كده بقولك خلي بالك منه، ممكن يروح في اي لحظة. سلام. انا بقى مشي بركات، وانا رحت الرعد، كان باصص في الارض وساكت وما بيتكلمش. مش عارفة ليه زعلت قوي لما ظنيت فيه السوء، كنت معتقدة ان هو واحد شرير، بس ممكن كان بيعمل كل الكلام ده عشان خايف ان انا اشفق عليه. شكله بريء ووحيد. شمس وقفت جنبه: هو المفروض دلوقتي نعمل ايه؟ رعد بصلها بغضب: مالكيش دعوة بيا خالص، على فكرة انا مش مشلول واقدر اتصرف في كل حاجة، ما تتدخليش في حياتي. شمس ساعتها بصت على الكرسي اللي قاعد عليه وعرفت ان هو مش هيعرف يتحرك لان كرسي عادي. بس انا المفروض مراتك وعادي اساعدك يعني، ما فيهاش حاجة دي. مراتي؟ انت صدقتي ولا ايه؟ صدقتي نفسك؟ انا متجوزك، انت واحدة مالكيش اي لازمة، مصلحتي يعني كان لازم اتجوزك. وبعدين ما تعمليش نفسك الحنينة، انت وافقتي عشان خاطر مصلحتك انت كمان. شمس بحزن: بس انا ما وافقتش على كل الاملاك اللي انت فيها دي اللي هي اصلا كانت بتاعتي، انا وافقت عشان خاطر ان انت هددتني. ممكن لو سمحت تسيبني اساعدك بقى يا سيدي المرة دي وخلاص. راحت شمس عشان خاطر تساعده وتقومه، زقها وقعت في الارض. شمس مسكت ظهرها: يا ظهري رعد بغضب وصريخ: مالكيش دعوة بيا، قلتلك مالكيش دعوة بيا، انا بكرهكوا كلكوا، قومي مش عاوز اشوف وشك، كلكوا بتوع مصلحتكوا خلاص، كلكوا عاوزين مني فلوس عشان انا الغني وانتوا الفقراء. شمس المرة دي زعلت جدا ودموعها نزلت، وبعد ما خرجت كانت زعلانة جدا ان هي صرخت في وشه، وكانت بتقول لنفسها هو فعلا عنده حق والله يكون في عونه. دخلت الأوضة بتاعتها، كانت لسه هتنام، بدأت تفكر فيه. طب هو ازاي هينام؟ ده قاعد على كرسي عادي ومش كرسي بعجل، حرام، انا لازم اقومه، الجو برد جدا ومش هيقدر يتصرف. نزلت تاني ولقيته متعصب، كان بيحاول ان هو يقوم ووشه كان احمر، بيحاول ان هو يرفع نفسه من على الكرسي لكن ما كانش عارف. شعور العجز ده مؤلم جدا. كنت واقفة من بعيد لقيته عمال بيصرخ ويقول: اتحركي بقى اتحركي، مشلولة ليه مشلولة ليه؟ كان بيكلم رجله وهو عمال بيعيط جامد جدا. صعب عليا لدرجة ان انا عيطت معاه، كنت حاسة بألم في قلبي وهو بيتكلم وهو عمال بيعيط. ده كل قدر ربنا واحنا لازم نرضى بالقدر بتاعه. احيانا العجز للبني ادم بيكون رحمة من ربنا. فضلت تقول لنفسها:
انا شكلي حبيته ولا ايه؟ انا فعلا حبيته. راحت تجري عليه وهي عماله بتعيط قوي. رعد بصوت مبحوح: بتعيطي ليه؟ شمس ببكاء: عشان انا ما بعيطش، خد منديل امسح وشك انت كمان. جيتي ليه؟ انا مش قلتلك ما تجيش؟ جيت علشانك، الجو برد ومش هتقدر انت. اقصد يعني اعتقد انا قلتلك قبل كده انا مش عاوز مساعده من اي حد. شمس ضحكت وهي بتقوله: هو انا ما قلتلكش صحيح؟ مش انا الذاكره بتاعتي زي ذاكره السمك بالظبط، بنسى بسرعه. قوم لو سمحت، انا عاوزه اوريك حاجه مهمه قوي. انا مش عاوز اي شفقه من اي حد. هو حضرتك عارف يعني ايه شفقه؟ شفقه يعني رحمه. يعني ايه يعني لما اكون رحيمه بيك؟ مش هضربك يعني ولا كده. وفضلت تضحك وبصوت عالي. رعد ساعتها بدأ ان هو يهدأ. هتلاقي الكرسي العجل هناك، هاتيه لو سمحت وتعالي. جابت الكرسي ليه وقعدته وحاولت ان هي تساعده. كان بيتألم جامد جدا. هو حضرتك يعني مش المفروض ان في دواء لازم تاخده؟ رعد بتوتر: لا. هو ايه اللي ولا ولا لا؟ ايوه فيه. طب ما تقول هو فين؟ انت راجل صعب قوي. هو حضرتك ليه مش سهل كده؟ خدته على الأوضة بتاعته ونيمته على السرير وقعدت تبصله جامد جدا. هو فين الدواء بقى عشان اجيبهولك؟ في الدرج عندك يا ستي. شمس جابت له الدواء واديتهوله. فضلت قاعدة جنبه شوية. رعد بكل برود بصلها: انت قاعدة مستنية حاجة؟ لا ليه؟ اصل انا شايفك يعني متلاقيه قاعدة جنبي. شمس ساعتها زعلت وجت عشان خاطر تقوم. رعد ساعتها نادالها: شمس. نعم، في حاجة؟ انا ما اقصدش اي حاجة من اللي في بالك. انا اقصد يعني ليه قاعدة لو مش عاوزة تنامي جنبي؟ جنبك؟ ايوه، مش احنا متجوزين ولا ايه؟ بس بصراحة كده انا مش متعودة انام جنب اي حد. تعالي. فعلا راحت ونامت جنبه وهو نام على طول. وهي فضلت سرحانة طول الليل في الحال اللي هو فيه. ليه عايش لوحده؟ فين اهله؟ رعد تاني يوم صحى قبليها. كان بيبص عليها وقد ايه ان هي شكلها هادي وجميل. فضل يقول لنفسه: هي ليه بتعاملني حلو كده؟ هي بتحبني يعني مثلا؟ لا، ده انت كده اتجننت فعلا يا رعد. في واحدة تحب واحد عاجز؟ هي اكيد بتشفق عليا مش اكتر، صعبان عليها يعني. انا ضعيف جدا بالنسبة لها. فضل يقول لنفسه: بس شكلها بتحبني، لما سابتني رجعت لي تاني. لا يا رعد، انسى. انت اتولدت وحيد وهتكمل وحيد. انسى يا رعد، مفيش اي واحدة هتحبك. هي واحدة سليمة من حقها ان هي تحب وتتحب، وبريئة كمان ونقية، وألف واحد يتمناها. بس الله حاول ان هو يمثل الغضب. يلا قومي. شمس بخطة: بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه؟ بقولك يلا قومي امشي، مش عاوز اشوف وشك يا ستي. ايه ده، وحضرتك عندك انفصام في الشخصية ولا حاجة؟ ليه؟ واضح. انا هنزل عشان خاطر افطر. طيب ماشي، غوري، مش عاوز اشوف وشك. حاضر، انا ماشية، انت حر. شمس نزلت عشان خاطر تفطر. رعد بزعيق: شمس، يا اسمك شمس. نعم، في حاجة؟ ممكن تساعديني؟ شمس بابتسامة: يا سلام، من هنا الاتنين. ساعدته ان هو يدخل الحمام ويتوضى ويصلي قدامها. كان صوته جميل جدا. كانت واقفة ومستغربة، معقولة كل التعب ده وبيصلي وعارف ربنا، وشكله كمان بيقرأ قرآن كويس؟ ده انا عمري في حياتي ما شفت ادم حتى بيصلي وبيركعها. رعد الشمس: في حفلة بالليل صغيرة كده، هتيجي معايا؟ شمس بفرحة: بجد؟ هلبس ايه وانت هتلبس ايه؟ عادي يعني، انا هلبس بدلة وانت هتلبسي فستان. شمس في نفسها: انت بتضحك كمان؟ ده انا وقعت في حبك من غير ما تضحك، وكنت مكشر وعمال بتزعقلي. امال لما تضحك هتعمل ايه؟ راحت الحفلة معاه، واول ما راحت لمحت من بعيد اللي اسمه ادهم ده، ومعاه بنت كده ملزقة مش محترمة ابدا، لابسة استغفر الله العظيم. فضلت تقول: اعوذ بالله، معقول انا كنت بحب ده؟ كانت بصة ليه بكره جدا. رعد ساعتها بص ليه: هو ده بقى، هو ده وانا عاوزة اقوم دلوقتي اموته. ما انا عارفه، ما هو ده اللي بعل البيت. انا بكرهه جدا، نفسي اقوم دلوقتي اموته بجد. ايه ده، هو انتي ما بقيتيش تحبيه؟ من امتى بقى؟ من امتى اصلا وانا بحبه؟ انا كنت متهيألي ان انا بحبه، بس بجد مش بحبه خالص. رعد ابتسم: معاكي حق، هو فعلا شكله ملزق كده ومعاه بنت ملزقه قوي، وذوقه وحش قوي في الستات كمان. نعم، يعني ايه ذوقه وحش بقى في الستات؟ تقصد ايه؟ اقصد الصفرة دي اللي واقفه معاه. تيجي نغصهم؟ رعد بحسرة: وهنغصهم ازاي يعني؟ نغصهم؟ طبعا لازم اغصهم،
ما انا معايا راجل جميل جدا وسيم وعينيه سودا. رغم ان الكلام كان عابر جدا الا ان مس قلبه وفرحه جدا وحسسه بالرجولة بتاعته. ابتسم رعد لأول مرة وكنت حاسة ان الثقة بتاعته بدأت ان هي تعلى. رعد يلا يلا ايه؟ يلا نغصهم، انتي نسيتي ولا ايه؟ ده انتي فعلا الذاكرة بتاعتك زي السمك بالظبط. شمس ضحكت يلا يلا عشان نغصهم. راحوا ومشوا جنبهم وعملت نفسها ان هي مش واخدة بالها من ادهم. ادهم اول ما شافها شمس عملت نفسها بتدور على الصوت اللي بينادي عليها، ورعد كان عمال بيضحك في نفسه. شمس ساعتها ايه ده ادهم؟ ايه اللي جابك مكان نضيف قوي كده يا ادهم؟ ده انت عمرك في حياتك ما اتعودت على كده. ادهم بغيظ رد عليها يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ الجزء التاني هيعجبكم جدا ان شاء الله. استنوني باللايك والاشتراك وانتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبكم البارت الاول اكتبوا لي كومنت حلو. يلا سلام استنوني. شمس ساعتها عملت نفسها مصدومة. ايه ده ادهم؟ انت بتعمل ايه في الاماكن الغالية والنظيفة دي؟ انا مش متعودة منك على كده. ادهم ساعتها بص للبنت اللي معاه، بص لها بكل توتر. رعد هو اللي رد. بقولك يا شمس، الراجل بيلف على واحدة غنية عشان خاطر يتجوزها ويدخل الاماكن اللي زي دي. اتصدق ممكن برضه؟ ما انا عارفة طول عمره ادهم كده بيحب يستغل اللي حواليه. ادهم ساعتها حب ان هو يغصها. عادي، لفيت على واحدة غنية زي ما انتي برضو لفيتي على واحد غني، حتى لو كان زيه ومش قادر يتحرك من مكانه. رعد ساعتها زعل جدا، لكن سمع شمس وهي بتقوله لا يا حبيبي، انا ورعد اصلا بنحب بعض، ويمكن انت شايفه كده، لكن انا بقولك هو انضف منك ورجل محترم بجد. اللي انت يا ادهم تعرف الرجولة ولا حتى تسمع عنها؟ بس كفاية بقى ان انا بحبه وبموت فيه. يلا سلام. رعد ساعتها كان مبسوط جدا ان هي عملت كده. راحت له ومسكت الكرسي وهي مبتسمة. الكلام فعلا كان طالع من قلبها. رعد بصلها بكل حب. شكرا على كل الكلام اللي انت قلتيه. شمس بصت له وقالت له ده مش كلام، ده حقيقة يا رعد، انا فعلا بحبك. رعد ساعتها انصدم. ايه؟ هو بالنسبة لي ولا حاجة، انت دلوقتي اللي كل حاجة. انت عارفة يا شمس ان عمر ما في اي حد حبني ولا حد اهتم بيا. كنت بصرخ من الألم وما كانش حد معايا، حتى ماما اللي المفروض كانت تبقى جنبي كانت بتتكسف جدا مني. كنت بنكسر بجد اما اشوفها بتبصلي بكل كسوف. انا عمري في حياتي ما فضفضت لاي حد. مش عارف بقولك الكلام ده ليه، يمكن عشان عارف ان انتي مش هتجرحيني. بص لشمس ساعتها لقاها عماله بتعيط. انتي بتعيطي ليه دلوقتي؟ علشان لما انت بتزعل فانا بزعل فبعيط. بس ما تقلقش، انا جنبك ومش هسيبك ابدا. رعد كان مستغرب جدا، كان بيسأل نفسه جواه هي ليه بتعمل كده؟ اذا كان امي ما وقفتش جنبي، لا كانت بتحبني ولا كانت حتى بتشفق عليا، معقول بتعمل كل ده عشان خاطر املاكي؟ مش ممكن. بس انا حاسس بجد ان الكلام طالع من قلبها من جوه. ساعتها فكر ان هو يختبرها. سأل شمس سؤال. عايزه اقولك على حاجه يا شمس. اتفضل. انا كنت بفكر بصراحه اديكي كل املاكك اللي ادهم بحالي، لكن بصراحه انا اليومين دول عندي مشاكل كتير جدا في الشغل، فمش هعرف بجد اديهم لك. انا مش عاوزه اي حاجه، المهم انت تكون مبسوط. الاملاك عمرها ما كانت حاجه بالنسبه لي، وقالت في سرها انت بالنسبه لي لكل حاجه. رعد ساعتها كان مبسوط قوي. راحوا قعدوا يتكلموا لحد ما راحوا في النوم. صحيت شمس تاني يوم على صوت رعد وهو بيصرخ جامد، واللي شافته انصدمت اول ما لقت رعد بيرجع دم من بقه. ما كانش قادر يتنفس وعمال يرتعش وعمال بيصرخ بطريقه غير طبيعيه. جات لها ساعتها حاله من الهلع من المنظر اللي شافته. فضلت تعيط وتصرخ مش عارفه تعمل ايه. راحت جري عليه، لقيته بيبص لها برعب وبكاء. مش قادر، الحقيني بسرعه قوي. انا بموت يا شمس. شمس بخوف. اعمل ايه؟ رد عليا ارجوك، رد عليا، انا ما اعرفش حد هنا. لكن رعد كان بيتوجع ومش قادر يتكلم. صوت انينه بس هي اللي كان شغال في ودانها. شمس راحت قعدت تطبطب عليه، فضلت تلف في الاوضه رايحه جايه. تلقائيا لقت نفسها عماله بتصرخ وطلعت بره الفيلا خالص. فضلت تقول الحقوني رعد، الحقوني يا ناس. خبطت على الجيران اللي جنبهم، طلع واحد ومراته. شمس بعيط الحقوني بالله عليكم، رعد بيموت مني. جري هم الثلاثه على رعد، لقوه نايم على السرير وعمال يتنفض من كتر الالم، ولسه كان عمال يرجع دمه وكانت عينيه حمرا جدا. شمس راحت جنبه ومسكت ايديه. ما تخافش، انا معاك مش هسيبك، صدقني هتبقى كويس جدا. رعد بألم في سكاكين في جسمي،
انا مش قادر بجد. اوعى تسيبيني في اللحظه دي. شمس بخوف، انا معاك ومش هسيبك ابدا. كان جارهم في الوقت ده اتصل بالاسعاف. رعد حضن شمس وهو بيعيط. بقولك يا شمس، انا اسف جدا ان انا كنت بعاملك وحش. ما كنتش حابب ابدا ان حد يشفق عليا. لو مت يا شمس اوعى تنسيني وتعالي وزوريني على طول. اوعى تقولي الكلام ده تاني، انت فاهم؟ انت هتعيش وهتبقى كويس. رعد ساعتها مسك ايديها. انا مبسوط قوي انك معايا. اغمى عليه في الوقت ده. لا رعد، اصحى يا رعد. قعدت على الارض بحسره وهي بتبصله وعينيها مليانه دموع. بعد ما حبيتك واعتبرتك اهم حاجه في حياتي تسيبني كده وتمشي؟ انا حبيتك بجد. بعد فتره الاسعاف بتيجي. كانت منهارة لدرجة ان هي ما كانتش قادرة ابدا تمشي خالص، لكن قدرت ان هي تقوم بالراحة وراحت معاه المستشفى. الدكتور: استاذة شمس. نعم حضرتك. هو يبقى جوزك صح؟ بصوت مبحوح: جوزي. على ما اعتقد كده ان هي الحالة دي جات له قبل كده. القلب بتاعه والتنفس بتاعه صعب قوي، لازم حضرتك تكوني جنبه طول الوقت. شمس كانت عمالة بتسمع الكلام ده ودموعها نازلة. بتبص وراها لقيت اللي بيقول: شمس وفرحة. رعد، انت صحيت. خدوا بعضك وامشي. ايه الكلام اللي انت بتقول ده؟ ورقة طلاقك هتجيلك. انا وعدتك ان انا هديك الفيلا والاملاك بتاعتك. اسكت بقى يا رعد، ما تجيبش سيرة الموضوع ده. انا كنت هتجنن الصبح. انت عاوز تجنني تاني؟ بقولك ايه، ورقة طلاقي حرام عليك. رعد انت هتبقى كويس وزي الفل، صدقني، وهنعيش سوا زي الاول واحسن كمان. عيط وهو بيقولها: انا بقول الكلام ده عشان سمعت كلام الدكتور، وانا واحد عاجز مش هقدر ابدا في يوم من الايام هساعدك. مالكش دعوه بجد، انا مش هسيبك مهما قلت. انا عاوز اعرف بس سبب واحد، ايه اللي يجبرك على كده؟ قربت منه وهمست له: عشان بحبك يا رعد. رعد قلبه دق جامد جدا وما كانش مصدق نفسه. ايه بتقولي ايه؟ ايوه بحبك. وليها تاني: بحبك يا رعد. ايه ما بتسمعش كمان؟ ضحك وبص لها بكل حب ممزوج بالحزن. خايفه عليكي يجي اليوم وتندمي يا شمس. ما تقلقش، انا بحبك ومستحيل هندم كمان. يعني هتفضلي معايا على طول ومش هسيبك ابدا. انا واحده لازقه يا سيدي. رجع تاني الفيلا. شمس كانت واقفه في المطبخ وكانت مبسوطه جدا ان رعد بجد بيحبها وهي بتحبه كمان. طلعت عشان خاطر تودي الاكل. رعد كان بياكل وعمال يبص لها بكل حب، وكان بيتمنى ان لو شمس ظهرت في حياته من زمان. شمس بدات ان هي تهتم بصحته نفسيا وجسديا، بس بصراحه كانت قلقانه قوي من كلام الدكتور اللي قاله ان ممكن ترجع الحاله دي تاني في اي وقت. فجاه بص لها وقال لها: شمس، انا ممكن اسالك سؤال؟ شمس بضحك: اسال يا سيدي. هو انا ربنا مش بيحبني؟ ربنا زعلان مني يعني؟ شمس استغربت جدا من السؤال ده. ليه بتسال الكلام ده؟ رعد بحزن: لاني واحد عاجز. اقصد يعني ان ربنا مش بيحبني عشان خلقني كده. شمس: لا طبعا، ربنا ما بيكرهش حد على فكره. انت ربنا بيحبك يمكن اكتر مننا كلنا، لان ربنا اذا احب عبد ابتلاه. رعد بتعجب: ازاي يعني؟ احنا لما نتأذي في الحياه بناخد قصادها ثواب عظيم انت اصلا ما تتخيلوش ابدا. فربنا لما يحب حد فبيبتلي العبد ده عشان خاطر ياخد ثواب. وغير كده كمان انت لازم تصبر. انت عارف اجر الصابرين ايه؟ اجرهم عظيم قوي. رعد بحزن: بس ماما قالت عكس كل الكلام ده. ازاي يعني؟ قالت لك ايه؟ مش فاهمه. مره كنت ماشي بالكرسي لماما. فلاش باك: رعد كان رايح لمامته عشان خاطر يوريها شهاده الابتدائيه بتاعته. كان طالع فيها الاول على المدرسه كلها عشان يفرحها. سمع مامته وهي بتتكلم وبتقول: بص بقى، انا ما ينفعنيش ابدا الواد ده، انا منكسف منه قدام صحابي. انا مش عاوزه حد يقول عليا ان انا عندي ابن مش بيمشي يعني واصعب عليهم. ابو رعد: والعمل ايه يعني؟ ارميه في الشارع؟ معرفش، اتصرف باي شكل من الاشكال. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي ده، هو عقاب من ربنا ولا ايه؟ انا عملت ايه بس يا رب عشان تبتليني بالعذاب ده؟ بص بقى، انا هنسى اصلا ان انا ليا ابن مستحيل يمشي جنبي بالكرسي ده. يوه، اعملوا اللي تعملوه، انا خلاص قرفت منكم انتوا الاثنين. مفيش حد فيهم خد باله ان انا قلبي انكسر اول ما سمعت الكلام ده. مش انكسر بس، اتفتت 100 حته. كنت قاعد على الكرسي ودموعي نازله. الشهاده اللي انا كنت فرحان بيها وقعت من ايدي، وحسيت بألم جامد جدا في قلبي. انكسر ظهرت في حياته. الكسره دي من شمس بدات لما سمعت ابويا وامي نفسيا اللي هم المفروض اقرب الناس ليا يقولوا الكلام ده. في الوقت ده الالم زاد عليا ان ممكن ترجع ايدي على قلبي في اي وقت. وقعدت اصرخ من كتر الوجع.
ونرجع تاني لأرض الواقع. رعد وبكاء. وقتها أغمى عليا وخدوني على المستشفى، فهموهم إن أنا عندي القلب. هم افتكروا إن أنا جالي ده من الولادة بتاعتي المبكرة، بس ما يعرفوش إن أنا قلبي وجعني وانكسر يوم ما سمعت كلامهم هما الاتنين. انت عارفة يا شمس، أنا كنت بعمل كل حاجة عشان أرضي فيها أمي. كنت بذاكر ليل ونهار، كنت بحاول أكون قدامها حاجة كده تنبسط بيها، لكن هي في الحقيقة كانت شايفاني ولا حاجة. كان نفسي يبقى عندي أم تلعب معايا، تاخدني في حضنها، تطبطب عليا. حتى الحاجة اللي كان نفسي فيها ما كانتش بتعملها لي أبدا ولا تطبخها لي. كانت دايما تقول لي هو أنت أصلا عايش ليه؟ أنت اللي زيك، وتقوم ساكتة. طبعا على قد سني أنا كنت فاهم كل حاجة، وهي كانت متخيلة مش فاهم أي حاجة. كان نفسي أبقى زي الأطفال، ألعب واتنطط واجري مع أصحابي، بس مش بإرادتي. كل ده ما حصلش بإرادتي. خدته في حضنها وهي بتطبطب عليه، قولي الحمد لله، انت احسن من غيرك بكتير قوي. وبعدين لو الدنيا دي كلها ما شالتكش، انا اشيلك اصلا جوه عينيا. وعماله بتعيط. بص بقى، اعتبرني امك واختك وبنتك ومراتك، ولا تزعل نفسك ابدا. ساعتها ابتسم. بس انت من يوم ما دخلتي حياتي وانا اصلا ما بزعلش، وانا هفضل جنبك ومش هسيبك ابدا. صحت في يوم على صوت رن التليفون، كان الدكتور هو اللي بيتكلم. كان دكتور رعد، وقال لي خبر كنت مبسوطة قوي أول ما سمعته، إن رعد ممكن يكون ليه عملية ويخف ويمشي، بس الموضوع هياخد وقت طويل ومجهود كمان، بس مش مهم. ولما رحت وقلت لرعد كان طاير من الفرحة، وعارف كل اللي فات ده كان إهمال من أهله، إن حتى ما حاولوش إن هم يكشفوا عليه. قررنا بجد إن احنا نعمل عملية، بس كان في شرط مهم قوي للعملية دي، النفسية بتاعته. لازم تكون النفسية بتاعته حلوة قوي، وإن هو أصلا ما ينفعش إن هو يزعل، لأن ده هيأثر على العملية جدا. لو فشلت ممكن رعد يموت. أنا ركزت في كل حاجة اللي تفرحه وتخليه مبسوط دايما، والنفسية بتاعته تكون حلوة. خدت بعضي ورحت لحد ما راحوا في النوم، وجيب بسرعة رعد يا رعد، اصحى يا رعد. إيه يا شمس، في إيه على الصبح كده؟ خد الهدية بتاعتك يا حبيبي، كل سنة وأنت طيب. بمناسبة عيد ميلادك. عيد ميلادي إزاي يعني؟ ده لسه كان من الأسبوع اللي فات. أقصد يعني بمناسبة رمضان. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. رمضان إيه؟ رمضان لسه ما جاش، بعدين فاضله كتير قوي. يوه، ما تاخدها بقى وانت ساكت. حاضر يا شمسي. رغم ان انا كنت عماله بضحك قصاده، لكن قلبي كان بيتقطع من جوايا. كنت ببص عليه وبدعي ربنا ان هو يحافظ عليه ويقوم بألف سلامه. كان قاعد وبيتفرج على التلفزيون وانا كنت قاعده معاه، وكنا عمالين نضحك جامد جدا. كنت مبسوطه بجد من الضحكه بتاعته، بس ما كنتش قادره ابدا اتخيل انه ممكن يضيع مني في لحظه. دمعتي كانت هتنزل مني، قمت اجري قبل ما رعد ياخد باله. وقفت على الحوض وقعدت اعيط جامد قوي. كتمت نفسي، رحت اقشر بصل عشان خاطر لو لاحظ اي حاجه، وكأنه من البصل يعني. رعد جه فعلا ورايا. ايه ده، انتي بتعيطي ولا ايه؟ شمس بضحك. لا يا عم، ده البصل. رعد بضحك. اللي يشوفك يقول ان انتي ميته من العياط يا بنتي، والله خضتيني. مفيش حاجه. المهم دلوقتي يلا جهز نفسك بقى عشان خاطر نسافر، علشان العمليه قدامها كام يوم. انت الدكتور كلمك ولا ما كلمكش؟ اه كلمني، بس انا خايف قوي. ما تخافش يا حبيبي، انا جنبك ومش هسيبك ابدا. اهم حاجه تقوم بالسلامه. انتي عارفه يا شمس ان انا بحب الاطفال جدا وبموت فيهم كمان، وعشان كده قررت ان انا لما اخلف منك هخلف 5 بنات و5 ولاد كمان. شمس بضحك. حيلك حيلك حيلك، شايفني ارنبه ولا ايه؟ ده انا حتى صحتي على قد. مش فاهم يعني ايه المشكله؟ خلاص يا ستي، 4 و4. بجد يعني انت كده نقصت 1. كتر الف خيرك. جه يوم السفر، ركبنا الطياره ورحنا البلد اللي احنا هنعمل فيها العمليه. دخل رعد المستشفى وهو بيودعني. احب اقولك يا شمس ان انتي احلى حاجه حصلت لي في حياتي. خدي بالك على نفسك. ما قدرتش ساعتها امسك نفسي من العياط ودموعي نزلت. رعد، انت هتخرج ان شاء الله وهنعيش حياتنا وهنخلف 5 و5 يا سيدي. انا مش هينفع اكمل الحياه من غيرك. ما تخافيش، هطلع ان شاء الله وهنعيش حياتنا وهنخلف زي ما انتي قلتي. بحبك. وخد بعض ودخل اوضه العمليات. كنت قاعده بره ودموعي على خدي وقلبي بيرتعش من كتر الخوف. كل دقيقه بتمر عليا الخوف بيزيد اكتر. سمعت صوت دوشه، الممرضات والدكتور. قلبي وقع في رجليا. الدكتور وقف. مدام شمس، المريض فقد جزء كبير جدا من الشمس واحنا محتاجين اي متبرع. حضرتك فصيلتك ايه؟ انا فصيلتي زي فصيلته بالظبط، كانت من اهم الصدف اللي في حياتنا كمان. تمام، تعالي روحي دلوقتي للممرضه، خليها تسحب منك الدم بسرعه علشان مفيش وقت.
فعلا سحبت مني دم كتير، كان هو محتاجه. الممرضة لسه بدري، مفيش متبرعين تاني، هنعمل ايه؟ خدي مني الدم كله. لا طبعا ما ينفعش، تموتي. مالكيش دعوة، اعملي اللي قلتلك عليه لو سمحتي، خدي مني اللي هو عاوزه. انا اموت بس هو يعيش، بس اعملي اللي انا بقولك عليه، خدي كمان لتر. وبالفعل بدأت ان هي تسحب دم كمان، خدت دم كتير جدا مني، وانا كنت بدعي من قلبي ان رعد يخف، ولو مات اموت كمان معاه، لان ما ينفعش ابدا اعيش من غيره. بس فجأة حسيت بدوارة، والدنيا بقت تلف بيا، وسواد واغمى عليا في الوقت ده. مش عارفة الوقت عدى قد ايه، بس كل اللي انا عارفاه ان الصبح طلع. فتحت عينيا لقيت جسمي متكسر ومتوصل له محاليل وحاجات غريبة. بس انا اول حاجة فتحت عينيا فضلت اصرخ واقول رعد، انتوا يا ناس انتوا فين؟ شديت السلك اللي في ايديا وطلعت اجري زي الهبلة بالظبط. رعد جراله ايه؟ لقيت الممرضة بتجري ورايا. انت ازاي تخرجي يا استاذة؟ انت مجنونة ولا ايه؟ انت كده ممكن تموتي. الدكتور جه، حضرتك كده هتجيب لنا مصيبة، اتفضلي لو سمحت. شمس بدموع، انا مش همشي من هنا، انا لازم اعرف رعد راح فين. ما كملتش الكلمة وهوب اغمى عليا للمرة التانية. وبعد ما فقت لقيت الدكتور في وشي. رعد فين يا دكتور؟ رعد فين؟ ألف مبروك يا ستي، العملية نجحت، ورعد حاليا حالته مستقرة جدا، لكن لسه برضه محتاج تمارين وعلاج طبيعي فترة طويلة، وهيبقى كويس إن شاء الله. بس هو برضه محتاج حاجات لازم أقولك عليها بعدين. مشيت بالراحة عشان خاطر أوصله، كان نايم على السرير، بصيت له بكل فرحة، كانت رجليه مليانة سلوك. أول ما شافني ابتسم. هو أنا كل ما أشوفك ألاقيكي بتعيطي؟ أنا عاوز أعرف دلوقتي أنتي بتعيطي ليه؟ هو أنتي عارفة إن أنتي لما بتعيطي بتكوني زي القمر؟ شمس بضحك ودموع. أنا فرحانة قوي، أنا مش مصدقة نفسي، أنت هتخف وهتقف على رجليك من تاني يا رعد. قطع كلامها الدكتور وقال في آثار جانبية للعملية هنعرفها بعدين، بس أهم حاجة الراحة التامة، وأهم حاجة كمان إن هو ما يتعرضش لأي زعل عشان ما يحصلش أي آثار جانبية. لكن الحمد لله الواضح كده إن كل حاجة تمام. متشكرين جدا يا دكتور. بعد فترة خرج من المستشفى وروحنا البيت وكنا مبسوطين جدا. خلاص يا حبيبي، حبة وهتخف وهتمشي زينا بالظبط. فجأة رعد حط ايده على بطنه وفضل يرجع جامد جدا، لدرجة ان انا خفت من الآثار الجانبية اللي كان الدكتور بيتكلم عنها. ما كنتش عارفة اعمل ايه. رعد انت كويس؟ رعد بصوت منخفض، انا كويس ما تقلقيش، شكل كده خدت برد في معدتي ولا حاجة. طب يا سيدي انت بوظت الدنيا، وسع كده عشان امسح الارض. ايه ده؟ انت اللي هتمسحيها؟ ايوه. ليه، في حاجة؟ يعني مش قرفانة ولا حاجة؟ اي حد مكانك كان قرف مني من زمان، من عجزي، وكان زهق. بقول لك العجز عجز القلب، ياما ناس كتير قوي عجزة، لكن صدقني الناس دي جواها خير احسن من اي حد بيمشي على رجليه، وربنا بيبقى ياخد مننا حاجة وبيديهم هم حاجة احسن منها كمان. واللي بيصبر منهم صدقني بتبقى حياته حلوة قوي، وربنا بيعوضه بالصبر. وسبحان الله تلاقي الابتسامة كده على وشهم ما بتفرقهمش ابدا. وبعدين انت ايه، ما بتزهقش من السؤال ده؟ انا بحبك زي ما انت، قاعد على كرسي، ماشي، اي حاجة، انا بحبك زي ما انت كده يا رعد. انت عارفة يا شمس ان كل واحد فينا ليه رزق، وانت رزق في الحياة. طب يلا بقى وبطل كسل عشان نعمل العلاج الطبيعي بتاعنا. بعد مرور شهرين رعد رجليه بدأت تتحسن كتير قوي، وبدأ يتحرك ويمشي لوحده. كنت بمسك ايديه في البداية، لكن واحدة واحدة بدأ ان هو يمشي. في يوم لقيته بيقول لي انا عاوز امشي لوحدي. لا مش كده وبس، انا عاوز اجري كمان. وقفت وراه وفضل يمشي تقريبا 10 خطوات. كنت حاسة ان هو مش بيمشي، كنت حاسة بجد ان هو بيطير. راح الدولاب وفتح الدولاب وطلع سلسلة جميلة قوي. رعد دي اقل حاجة اقدمها لك، احنا اتجوزنا من غير فرح ولا شبكة ولا اي حاجة. الله، جميلة قوي يا رعد. بقولك ايه، انا مش محتاجة اي حاجة غير قلبك انت وبس. وبعد فترة قصيرة رعد بدأ ان هو يتحسن ويمشي لوحده فترات طويلة. جه في يوم ولقيته بيقول لي تعالي، انا عاوز اعمل صداقات كتير قوي، في ناس غلابة عايزة ابسطهم واشكر ربنا على النعمة الكبيرة قوي اللي ادهاني. انت عارف ان انت جميل قوي كمان، وانا حبيتك من شوية. فعلا عملنا الوجبات ونزلنا وبدأنا ان احنا نوزعها على الناس. شمس ضحكت وخدها في حضنه وقال لها انا بحبك جدا، وبحمد ربنا كل لحظة ان في واحدة في حياتي زيك.
وانا كمان بحمد ربنا ان ربنا رزقني بيك. وبكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا. يا رب تكون عجبكم البارتين. تابعوني باللايك والاشتراك وان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو حابين تتابعوا البارت الاولاني هتلاقوني موجود عندكم في الديسكريبشن. وما تنسونيش بالتعليق اللي بيساعدني. سلام.